هادو شتلات عاد جبتهم وغادي نديرهم في محبقات باش نزرع هاد الشتائل بثلاثه اللي عاد جبت. او قلبت على ديبو عندي اللي كان فيهم عاد التراب، خويت التراب ديالهم هنايا وخلطته، لان كان اللي شويه كتير فيه الغبار وكاين اللي كان قليل فيه، كان فيه اللي طيني اكثر من رملي. المهم خلطتهم كاملين ودرت فيهم الحجر فوالا. وهذا حتى هذا درت فيه الحجر، هذا بلاستيكي. وراه غادي ندير لهم هاد التوب، هذا كلهم غندير لهم هاد التوب. وهذا اللي كبيبر فيهم شويه درت فيه هاد شويه ديال البوليستر. قلنا بانه البوليستر الاهميه ديالو نفس بحال داك الحجر اللي تندير. الاهميه ديالو هو انه تيخلي البو خفيف. الحجر الا كان من نوع ديال هذا لاغجيل تيحتفظ بالماء، غادي يكون حسن وما تنديرولوش كاع هاد الخيش اللي تنديرو للسيباراسيون. لان الاهميه ديالو عاود هذاك شنو هو انه جزء من الماء تيبقى لتحت وتتبقى النبته تتشربو بشويه بشويه. اما الا كان حجر يعني ماشي نفاد فتنديروا له هاد الخيش هذا. والا كان البوليستر حتى هو تنديروا له الخيش، لانه هذيك العمليه ديال انه يحتفظ بالماء شويه ما كايناش. ولكن هاد لي بو ديال المحابق ديال الفخار فهما اصلا راهم تيمصوا الماء وتيبقاو يعطيو المحابق هذاك الشيء اللي عندهم، تيبقاو يدوزوه للارض، بخلاف لي بو ديال اللي كيكونوا مزلجين او لي بو ديال البلاستيك. الوغ هاد العمليه ما تدارش. او دابا بحال هذا ما بقى لي الا ندير له هذا وندير فيه التراب، نيطالي هذاك مزيان وندير فيه التراب. انا غنقوم بهذه العمليه بالنسبه لهاد لي بو كاملين بثلاثه. المحبقات راهم دابا كلهم مهيئين، كلهم فيهم هذاك الحجر ولا البوليستر اللي تندير في القاع ديالهم، ودرت لهم هذاك الفريش باش ما يوقعش التسرب ديال التراب مع هذاك الحجر اللي تندير لتحت. فوالا دابا راهم مهيئين وغادي مستعدين يستقبلوا الغريسات. فوالا نبداو بهذا نشوفوا بعدا. فوالا مازال خاصنا نديرو شويه ديال التراب هنايا هاد البو. تندكو غير من الجناب.
فوالا. هذا دابا ما بقى لنا الا نسقيوه، وها هو واجد. الوغ الثاني نديرو فيه هذا وهذا، واخا حتى هو نجربو نشوفو. وحتى هذا انتهينا منه. وهذا الثالث الداني ان شاء الله. ها هو نشوفو هكا، نزيدو واحد شويه. فوالا حتى هو نحيدوه. ما بقى لنا الا نجمعو هذا الشيء. النباتات بطبيعة الحال هي كائنات حية، يعني عندها واحد الدورة ديال الحياة، ومعناه آخر أنه ضرور لها من العناية ضرورية جدا. لأن أولا من حيث تقول زراعة البالكون وزراعة الأسطح، فأنك تقول أنك ماشي في حديقة، ماشي في مزرعة، بمعنى أنه راك داير لها واحد المناخ اللي انت تتحكم فيه تقريبا. تيخصك تعتني بها يعني هذاك التربة اللي تدير خصها تجدد، خصك دائما تشوف واش كاينه شي آفة ولا هذا، لأن النباتات اللي داخل البيت فهي تتكون حساسة جدا، فحساسة للأمراض، حساسة ثم أنه من حيث يا إما نمشيو للمشتل أو تناخذو من عند شي حد شي نبتة، فأحيانا تنجيبو معنا واحد الأمراض أو آفات اللي بلا ما نعيقو بها.
دائما نجيب نباتات جداد بالنسبه للناس اللي عندهم الهوايه ديال النباتات، تربيه النباتات. فدائما تنجيبوا نباتات جداد، ودائما يموتوا لينا وحدين مشاو او كبروا او ما بقاوش قادرين على هذاك اعطاء هذاك النضاره وهذاك فوالا. الو اليوم كما شفتوا فجبت هاد النبته واحد، وهذه الثانيه فوالا، وهذه الثالثه فوالا، هذه الثالثه. وفي نفس الوقت راني استغليت المناسبه باش حولت هاد النبته هذه، حولتها لواحد المحبق اللي هو اكبر شيئا ما. وكذلك كان عندي هذاك المحبق خاوي، فزدت فيه وحده من نفس هذا النوع هذا. ودائما فاش تندوز وقيت زويون مع النباتات، تنجتهدوا فيه فهاد لي بو صغيورين راني درت هذا العظومه ديال الزيتون، على امل ان شاء الله انه يكبروا شويه، يكبروا ويعطيونا شجيرات ديال الزيتون اللي تنستغلوا الاوراق ديالهم. وإلا كبروا بزاف، هذا دابا مثال، فكانوا عندي شجيرات اللي كبروا شويه على المحبق، كبروا وما بقاش، يعني ما بغيتش ندير محابق كبار في السطح. بحال مثلا دابا هذه راها شجره مشماشه فوالا. هذه واحد الوقيته غادي نعطيها لشي واحد من الاصدقاء اللي عندهم حديقه يديرها فيها. الزيتون احيانا راه كان عندي بعدا شي زويتينات، ومن حيت كبروا هاد عطيتهم شي 4 الزيتونات عطيتهم. لان السطح كاين سي فري، كاين الناس اللي تيديروا فيه فواكه وخضار، هذه ممكنه، ولكن راه تيديروا واحد لي في واحد البرامل اللي هما كبارين شويه. انا ما عنديش غرض بندير فواكه ولا هذا ولا خضار، انا دايرو هكا غير للنضاره، غير ولاعه. هاد العام جربت ندير المهاد او الباياج بهذا النجاره. الوغ اللي بان لي انه من حيت تديرها تدير واحد الطبقه تتمنع ما تيتسربش الماء بسرعه، ولكن في الشتاء ما عندناش الغرض بانه يتسرب الماء. اللي عندنا الغرض هو اننا تنحميو التربه وتنمنعوا داك سميتهم الحشرات الاعشاب الضاره، تنمنعوها. هذا الباياج وتتسخن الارض، تتسخن التربه. الوغ الباياج تنديروه في الشتاء لهاد الاغراض. تنديروا الباياج. جربت كما قلت لكم سميتو النجاره. الوغ النجاره ما اداتليش هذا، ما اداتش النباتات، بل بالعكس. غير انا الملاحظه هو انه تنصح اللي بغى يدير الباياج بهذا بالنجاره يديرها غليظه، الرقيقه لا ما خداماش. درتها في لي بو، بزاف ديال لي بو، وما كاين حتى شي تاثير سلبي الى حد الان. تنكتفي بهذا القدر، تنشكركم على المشاهده والى اللقاء.